السلام عليكم. يلا نعمل مع بعض احلى صينيه بطاطس بالفراخ. في صينيه جرانيت بنزل بمعلقه سمنه وشويه زيت. بحمر الفراخ على الوشين لحد ما يبقى لونها ذهبي كده. وبنزل عليها ببصل متقطع جوليان. كمية البصل، انا حاطة حوالي بصلتين بس، دي حسب الرغبة. وبشوحهم كويس لحد ما البصل يدبل شوية. بنزل عليهم كل ده على نار عالية. بنزل عليهم بحوالي نص معلقة كاري ونص معلقة بهارات فراخ. وشوية فلفل أسمر. وملح. ونقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده بوطي عليها عشان البصل ما يتلسعش. في الخلاط بحط حوالي 5 طماطمات او 6 واربع فصوص توم وقرن شطة. وبضربهم كويس جدا وبنزل بيهم على الفراخ بالبصل. وبضيف لهم وبكون مسخنة مية. بضيف حوالي مثلا كوبايتين مية أو 3. لحد ما بتغطي البطاطس، طبعا بكون ضفت البطاطس وبغطيها بالمية زي ما واضح في الشكل كده. وبجيب صلصة. بحط منها مثلا حوالي معلقة أو معلقتين. وبضيف ملح بعد ما بقلب البطاطس بالفراخ دي كويس. بدوقها. لو محتاجة ملح بضيف لها يعني. وباسيبها تغلي على البوتاجاز كده حوالي 10 دقايق مثلا. لو الفراخ بيضة. لكن لو الفراخ بلدي بسيبها مثلا مدة أكتر لحد ما ألاقيها خلاص، يعني نص سوا. بحطها في الفرن. بنقلها في صينية ألمونيا عشان توزيع الحرارة يكون كويس. وبحطها على الصاج من تحت كده. وبكون طبعا مشغلة الفرن من قبلها بحوالي 10 دقايق. وادخلها على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي في وقت بالظبط حوالي نص ساعة. وهتكون بالشكل ده.